السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو ده بقى هنطبق على الفيديو اللي فات. كنا رسمنا المربع وابتدينا ان احنا نعمل سكتش ونديله دايمنشن. فالمرة دي مراجعة بسيطة على اللي فات. وهنت بسيط كده، الكورس ده للمبتدئين اللي اول مرة يفتحوا البرنامج معايا خالص. عشان يتعلموه من الاول وجديد. طيب، هنفتح بارت عادي جدا. البرنامج فتح معايا. كنا اتفقنا ان احنا بندوس على فرونت ونعمل نورمال تو، بعد كده بتدوس سكتش. وبعد ما بتدوس سكتش بتمسك السنتر ريكتانجل وتبتدي من السنتر هنا، وتبتدي تعمل المربع بتاعك. بعد كده تبدأ تديله دايمنشن. هنخلي ده 100 ملي. قبل ما تشتغل بس الأول عايزك تتشيك تحت هنا ان هي ام جي اس، يعني ملي جرام، مليمتر جرام سكند. تمام. وقلنا هنخلي هنطلع بره المسمار دايمنشن بس، وهندوس كنترول وندوس على الضلعين دول هيطلعوا لك هنا جنب بعض. والريليشنز selected entities انا عملت select للاتنين دول، فهخليهم equal عشان يبقوا ايه زي المربع. احنا قلنا الميزة اللي موجودة في المربع ان هم 4 أضلاع قد بعض. طيب، انا دلوقتي معايا شكل المربع كده. وانا بلف كده بدوس على البكرة واقعد الف بالماوس. بدوس على البكرة كأنها كليك وبقعد الف بالماوس. طيب، انا دلوقتي عايز امد المربع ده في البعد الثالث عشان يبقى زي متوازي مستطيلات كده، او بمعنى اصح بلغة الميكانيكا هيبقى شبه الكي. في الكيز بيبقى ليها وجه مربع وبتتمد في البعد التالت بيبقى ليها طول معين. فانا هخلي مثلا الطول بتاعها 400. فانا عايز امده. هشتغل ازاي بقى؟ شايف بقى اكسترود دي؟ اقوم دايس عليها. تمام، هيطلع لك شوية ادوات كده، دول هنستخدمهم كتير. طيب، في اداة اسمها اكسترود. اكسترود معناها المد. بص هنا، بص هتلاقيه عامل لك رسم توضيحي في الحتة دي كده اللي هو شغال ده. معناه ان هو بيمد لك الجزء، هو حتى عامل لك المربع اللي احنا راسمينه اهو. ريفولف هيبقى نفس النظام، بتمده حوالين ضلع او حوالين سنتر لاين او حوالين اي حاجه انت بتلفه حواليها. تمام، فانت هتدوس اكسترود. تمام، هيفتح لك اكسترود وهو مديلك قيمه ابتدائيه 10 مللي، ومديلك شكل كده بيقول لك ده شكله هيبقى بعد ال 10 مللي. احنا قلنا هنخليه كي طويل شويه، فهنديه لونج الكي يبقى 400. وهندوس اوكي مره، هيظهر لك كده من بعيد. تمام، ده الشكل بتاعه. وهقوم دايس اوكي تاني او ادوس انتر من الكيبورد عادي. هتبقى هتشتغل على طول يعني. فادي الكي بتاعنا. احنا كده عملنا كي. الكي ده في الجزء الميكانيكي بيبقى جميل جدا. بيربط، وظيفته ان هو بيربط حاجتين ببعض، او جزئين منفصلين بيربطهم ببعض، او بيمنع مثلا جزء ان هو يلف حوالين جزء، يعني بيثبتهم على بعض. الكي من الحاجات اللي انا بعملها عشان اقلل الاسترس على الاجزاء الكبيره، لان هو من الاجزاء اللي سهل جدا انك تغيرها وتكلفتها بسيطه. فبالتالي انا مش هغير جزء كبير تكلفته عاليه جدا لو باظ. فانا باظ من الاحتكاك او من الروتيتنج شافتس والكلام ده كله. فانا مش هغير الشافت، انا ممكن اغير الكي لو اتكسر. تمام، فدي من وظائف الكي اللي موجوده، اللي احنا بنحب نستخدمها ونعملها. طيب، دلوقتي انا عاوز ابص على الفيوز. شايف الفيو اورينتيشن دي؟ تمام، هقوم دايس عليها كده. حلو. وعايز ابص عليه من فوق، فادي ده من فوق. جميل. من الجنب عامل كده. المربع اللي احنا راسمينه الايزومتريك، هتلاقي هنا ده الايزومتريك. تمام، ده الايزومتريك بتاعه. طيب، انا عايز بدل ما ادوس على الفيو اورينتيشن واقعد ادوس كده، في عندك شيفت، عندك كنترول واحد، ده الفرونت، باك،
سايد، وهكذا من 1 ل7. 7 هو الايزومتريك، تمام. كنترول 7 هو الايزومتريك. جميل جدا. ده بالنسبة للمفاتيح اللي موجودة في الكيبورد. طب انا عايز اقطع فيه، انا ممكن اقطع فيه هنا كده اهو، كده هو قطعه. وهنا السهم ده انت بتدوس عليه الدوسة وبتقعد تشد، تمام، وتشوف القطع، بتدوس اوكي. تمام، انا كده قطعته قطعت فيه. انا بشوف القطع طبعا لو في جزء ميكانيكي احنا عاملين فيه تفاصيل، فهيبان فيه القطعات. مجرد ان انت بتدوس عليها تاني انت بتلغي الايه، بتلغي الفيو بتاع القطع بتاعك. طيب، ده بالنسبة لشغل الاكسترود اللي انت ممكن تستخدمه يعني فيها. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ما تنساش الفولو واللايك والسبسكرايب على القناة عشان يوصلك الجديد اول باول، رن الجرس.